بعد ليال جميلة عاشها من تابع أجواء بطولة فريق الشاطئ الرمضانية لعام 2023، اختتمت فعاليات البطولة تحت رعاية صاحب السمو السيد فراس بن فاتك آل سعيد، رئيس نادي السويق الرياضي الثقافي الاجتماعي. تم اليوم حفل ختام بطولة فريق الشاطئ الرياضية تحت رعاية صاحب السمو السيد فراس بن فاتك آل سعيد. كل الشكر للضيوف، كل الشكر لأعضاء مجلس الشورى والبلدي والمشايخ. لله الحمد كما وعدنا للجمهور في البطولة الثانية إن شاء الله سنقيم بطولة تليق بمستوى الفريق ومستوى الولاية وخارج الولاية. وهذا الختام مثل ما يقولوا ختامها مسك بحضور صاحب السمو السيد فراس بن فاتك بن فهر آل سعيد الموقر، لدليل على نجاح هذه البطولة. شكرا للجنة المنظمة ولأبناء فريق الشاطئ على هذا التنظيم الرائع، ومزيد إن شاء الله من النجاحات في البطولات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ختام الفعاليات جاء بمجموعة من البرامج المختلفة التي تنوعت بلوحات فنية رائعة أمتعت الحضور، فيما كان للمباراة النهائية شأن آخر، حيث استطاع فريق ليت الصبر من التفوق على فريق الاتحاد بهدفين لهدف. مباراة دراماتيكية أمتعت المتابعين في هذا الختام المميز. والله أول شيء الحمد لله رب العالمين، هذا الإنجاز ما من فراغ. كنا من العام الماضي نسعى أن نحصل هذه البطولة، والحمد لله رب العالمين مجهود الشباب جميعا قدرنا يعني نتوج بهذا اللقب. الشكر موصول طبعا للجنة المنظمة اللي ساهمت وسهرت بصراحة على هذه البطولة. أنا ما أريد أمدح نفسي، ولكن بمعية الجميع أن البطولة ناجحة ولله الحمد. هذا فخر لنا وللبطولة وللفريق. نسأل الله إن شاء الله التوفيق في البطولات الجاية. أولا أشكر الجميع وأشكركم جميعا أخواني الإعلاميين الذين غطيتوا في هذه الأمسية، في هذا العرس الجميل، في هذا العرس البهيج، أمسية ختام بطولة الشاطئ الرمضانية الثانية 2023. اللي شاهدناه خلال هذه يعني الفعاليات والمناشط هي أكبر من بطولة كرة قدم، فلذلك نتمنى أنه هذا القائمين على هذا الفريق أنه تغير هذا الاسم لإعطاء هذه المناشط والفعاليات أكبر من بطولة كرة القدم. فنتمنى إن شاء الله لهم التوفيق، وحقيقة يعني نقول لهم في المختصر المفيد بياض الوجه. بعدها قام راعي المناسبة بتكريم المشاركين والمساهمين والفرق الفائزة والحاصلة على المراكز المتقدمة في البطولة. وقام رئيس فريق الشاطئ الرياضي بتقديم هدية تذكارية لراعي المناسبة لتختتم بطولة فريق الشاطئ الرمضانية لعام 2023 بنجاح جديد يسجل في قائمة الفريق. من منطقة بديعو بولاية السويق، خميس بن سعيد الذيابي، فريق الغليل الإعلامي.